يا مساء الفل على اجمد ناس. النهارده حلقه جامده قوي ومختلفه، ومش هنتكلم فيها خالص عن عربيات الكهرباء. هو الصراحه احنا هنتكلم فيها حته صغيره، يعني ان شاء الله مش هتحسوا بيها. تخيل معايا مصنع بيشتغل لوحده من غير ولا بني ادم واحد. مش بس كده، ده كل 3 ثواني بيتولد موبايل جديد، وده مش خيال علمي، ده واقع، وانا هديكوا نبذه سريعه عنه. شركة شاومي، الشركة اللي بدأت كمنافس صغير جدا لحد ما وصلت وبقت من أهم شركات التصنيع في التكنولوجيا وحتى في العربيات. الشركة اللي الناس واخدة عنها فكرة انها بتعمل موبايلات اقتصادية وبس، واللي مش كتير يعرفوه ان شاومي بتفكر في ابعد من كده بكتير. في منطقة في بكين في الصين انشأوا مصنع وسموه الدارك فاكتوري او المصنع المظلم. والاسم الغريب ده ليه؟ لان المصنع ما فيهوش نور تقريبا ولا في حتى عمال. ولو فكرت اللحظه هتلاقي فعلا ان احنا مش محتاجين نور، لان مفيش اصلا بني ادمين محتاجه تشوف حاجه. 11 خط انتاج بيشتغلوا بالكامل اوتوماتيك بدون تدخل اي عنصر بشري. والاغرب ان كل 3 ثواني بيطلع موبايل جديد من المصنع ويكون جاهز. يعني تخيل معايا كده، الدقيقة في المصنع دي بتطلع لك 20 موبايل جديد. ده مش بس سرعة، ده كمان دقة وكفاءة ما شفناهاش قبل كده. انا حاسك مش مصدق الكلام. عايز اقولك ان دي البداية، وان المصنع ليه عقل بيفكر. اللي بيخلي فعلا مصنع شاومي مميز مش ان هو بدون عمال، المميز فيه فعلا ان هو بيعرف يفكر. وكل ده بفضل حاجة اسمها ديجيتال توينز او التوأم الرقمي. يعني ايه؟ الفكرة بكل بساطة ان كل جهاز وكل خط انتاج ليه نسخة رقمية مطابقة على الكمبيوتر. النسخة دي بتتابع كل حركة بدقة، وبتسجل البيانات في لحظتها، وبتتعلم منها كمان. ولو حصل اي خلل التوأم الرقمي ده بيكتشفه فورا وبيقترح الحلول كمان. ده كمان بيعرف يتصرف لو في حاجة حصلت غلط. يعني كمان المصنع مش شغال لوحده، ده المصنع بيحل مشاكله. والجميل ان النظام ده معتمد على الذكاء الاصطناعي او الاي اي والماشين ليرنينج او التعليم الآلي. يعني باختصار ان المصنع كل ما يشتغل اكتر هيتعلم اكتر، هيغلط اقل. وده وصل المصنع لنسبة دقة بتساوي 99.7%، تقريبا ما بيغلطش. تفتكروا شاومي وقفت عند الموبايلات بس؟ لا طبعا. في 2024 فاجأت شاومي سوق العربيات الكهرباء بعربية اسمها SU7. بمجرد الإعلان عن العربية بس أرقام الحجز كانت مرعبة. أكتر من 88 ألف طلب حجز في أول 24 ساعة. وخلي بالك دي مش شركة عربيات أصلا. وبعدها بكام شهر نزلوا نسخة SU7 ألترا معديه ال 1500 حصان. جالهم في 10 دقايق بس 3680 طلب في 10 دقايق. المصنع اللي مسؤول عن العربيات بيستخدم اكتر من 700 روبوت، وبينتجوا عربيه جديده كل 76 ثانيه. ومعلومه لو انت ما تعرفهاش، ان التصميم بتاع العربيه كان تحت اشراف مصممين كبار جدا كانوا في BMW. والعربيه بمجرد انها بدات تنزل الشارع الناس بدات تقارنها بتسلا وبورش. وفي مارس 2025 عدد العربيات اللي تم تسليمها بالفعل عدى ال 200 ألف عربية، ده في أقل من سنة. من واضح من الأرقام البسيطة اللي أنا قلتها دي إن شاومي داخلة سوق العربيات مش مكسوفة، دي داخلة سوق العربيات تتبلطج. بتفكرني بدخلة إبراهيم الأبيض على المعلم زرزور. جرعة حلوة، جرعة حلوة مفيش كلام. ومن أهداف شاومي اللي أعلنوا عنها بكل ثقة إن هم عايزين يبقوا في التوب 5 في موضوع العربيات الكهرباء. بس عايز افكرك، المنافسه مع BYD او تسلا عايزه نفس طويل. ما تقولي رايك كده، هو فعلا ممكن شاومي بالعربيه اللي هم عملوها دول ممكن يبقوا من التوب 5 فعلا زي ما هم عايزين في ال5 سنين الجايين دول؟ وعايز اقول لك ان شركات كبيره جدا زي تسلا او BMW بيطوروا بيشتغلوا كل يوم علشان يقدروا يحققوا نفس فكره المصنع اللي بيشتغل بدون بني ادمين تماما، لان هم برضو عايزين يفضوا دماغهم ومش عايزين اخطاء، وعايزين كل حاجه تبقى مظبوطه. وخلي بالك فكره ان المصنع ما بيقفلش، مفيش اجازات، مفيش
اي وقت بريك، مفيش اي حاجه. المصنع ال 24 ساعه السبع ايام في الاسبوع شغال، فطبعا كل دقيقه او كل ثانيه هي بالنسبه له بقت فلوس. وخلي بالك مع الاي اي او الذكاء الاصطناعي والروبوتات وكل ده، بقى فعلا الفكره ممكن تتطبق وهتحصل وبتحصل. مصنع زي شاومي ده اللي هو بيطلع موبايل كل 3 ثواني وما بيقفلش، ما فيهوش اي اجازات، هتلاقيهم مثلا كل اللي شغالين في المصنع ما يتعدوش ال 10 اشخاص، هتلاقيهم كمان شيفتات، وبيبقى وجودهم للتدخل الطوارئ. مصنع شاومي مش بس بيعكس مستقبل التصنيع، ده جزء من ثوره صناعيه جديده. وعايزك تقول لي انت مع ولا ضد حاجه زي كده؟ هل ده بيهدد فعلا ان ناس فعلا شغلها هيقل والناس مش هتلاقي بعد كده شغل لان هي كل حاجه بقت شغاله اوتوماتيك ولوحدها، ولا الناس بطبيعتها هتلاقي بدايل وهتلاقي شغل تاني؟ وخلاص كده خلصنا فيديو النهارده. كان معاكم محمد الصاوي، واحنا هنا في اينوكس بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا عشان احنا بنحبها قوي، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده.